شايف الجنود الامريكان اللي قدامك دول اللي بينطوا وبيبلبطوا في البحر؟ دول جنود اقوى قطعه بحريه على مستوى العالم، واللي موجوده دلوقتي على شواطئ فلسطين. The performance out here has been nothing but sensational. بيقولوا ان مفيش قوه على وجه الارض تقدر عليها. إيه حكايه حامله الطيارات اللي العالم كله مرعوب منها واللي حاليا موجوده على شواطئ فلسطين؟ جيرالد فورد اكبر حامله طيارات على مستوى العالم، واللي جواها مفاعل نووي بيشغلها، قدرات هائله، طولها 335 متر وبتمشي بسرعه 55 كيلومتر في الساعه. وبسبب المفاعل النووي اللي جواها بتقدر حامله الطيارات ديت ان هي تبحر لمده 20 سنه من غير ما تحتاج ان هي تتزود باي وقود. حامله الطيارات اللي اتكلفت 13 مليار دولار، واللي فيها انظمه رادار متقدمه جدا وكمان انظمه مضاده للطيارات. عدد العاملين عليها 5000 جندي، وبتقدر ان هي تشيل 76 طياره، واللي قالت عنها مجله ناشونال ريفيو ان مفيش قوه فتاكه على سطح الارض اقوى منها. حامله الطيارات دي طبعا وصلت علشان تعاون ولاد العم وتساعدهم وتكون رادع لاي حد يفكر في اي حاجه، وتحسبا لاي احداث ممكن تحصل الفتره اللي جايه. لكن برغم القوه والامكانيات المهوله ديت يا صديقي، اوعى تنسى ان كله بايد ربنا في الاخر، ولينا في خط بارليف والقبه الحديديه خير مثال.